جالي اسئله كتير على فيديو ازاي تلاقي شغل في الامارات، واللي هتلاقوا اللينك بتاعه في علامه الاي الانفورميشن اللي فوق، وكمان هتلاقوا لينك تحت الفيديو. من ضمن الاسئله والتعليقات لفت نظري تعليق من شخص بيقول ان جاله زياره عمل وبعدها هيتعمل له عقد عمل، يعني لما يخش الدوله هيتعمل له عقد العمل، وبيسال اذا كان الكلام ده صح ولا غلط. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. طبعا انا مش هفوت حوار زي ده غير لما افصصه لكم كده واقول لكم ايه الخطوات الصحيحه لاستخدام عماله من خارج الامارات بالطريقه الرسميه الصحيحه، مش باي طريقه تانية، عشان لو لقيت فيه اختلاف ما بين الكلام اللي انا بقوله والكلام اللي اتعرض عليك تعرف ان الموضوع على طول فيه بلح، اغلى كيس بلح في العالم. واكيد برضو في الفيديو ده هقول لك حركات النصب اللي ممكن تحصل، واللي بيكون ضحيتها ناس بتدفع فلوس كتير اللي وراها واللي قدامها حرفيا عشان يلاقوا عقد عمل، وعلى امل ان العقد ده يكون متناسب مع جزء ولو بسيط من احلامهم بوضع مستقر. هقول لكم كل ده واكتر بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد. في البدايه لازم تعرف ان دوله الامارات العربيه المتحده من الدول المنظمه جدا، وكل موظف فيها بيكون ليه ملف الكتروني في كل مستنداته وقصه حياته من قبل ما يخش الدوله حتى لحد اخر يوم فيها. خلينا نفترض ان في فعلا شركه عايزاك انت شخصيا وهتجيبك من الدوله اللي انت فيها الى الامارات. بص يا سيدي، لازم تركز معايا قوي في الخطوات اللي هقول لك عليها، لان دي الخطوات الرسميه الصحيحه، وخد بالك الخطوات دي بتنطبق على اي شركه كبيرا كانت او حتى صغيره او حتى محل في الصناعيه، طالما مش عماله خاصه يعني سائق خاص او مربيه او طباخ خاص. العماله اللي بتشتغل في البيوت دي اسمها عماله مساعده. انا بتكلم على الوظائف بتاعه الشركات والمؤسسات والمحلات، حتى لو محل قطع غيار سيارات او بقاله يعني اللي هو سوبر ماركت صغير، حداد، نجار، كل الكلام ده طالما هو في منشاه تجاريه يبقى هينطبق عليه الخطوات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. ركز معايا عشان بخلاف الكلام ده يبقى فيها نصب وش او هتطلع تتمرمط على الفاضي، لان ببساطه اللي بيحكم عمليه التوظيف هي وزاره الموارد البشريه والتوطين، اللي قانونها بيمشي على جميع انواع الموظفين وجميع انواع الشركات والمحلات بما فيهم اصحاب العمل. يعني مهما كانت وظيفتك بسيطه هتمر بنفس الخطوات دي. بص يا سيدي، اول حاجه انت عندك تواصل مع شركه او محل او مؤسسه داخل الامارات، سواء كانت وصلت معاهم بشكل مباشر او عن طريق وسيط، المهم ان هم قرروا يستخدموك من خارج الامارات عشان تشتغل معاهم في الامارات. اول حاجه هياخدوا منك صوره شخصيه مع صوره جواز سفرك، ولو كنت من الفئات المهاريه العليا ممكن يطلبوا منك الشهاده الموثقه بتاعتك عشان يعملوا لك عرض عمل رسمي من موقع وزاره الموارد البشريه والتوطين. خد بالك يعني ايه رسمي؟ رسمي ان هو يكون ليه مرجعيه في سيستم الوزاره، يعني مش اي ورقه على ليتر هيد كده مكتوب عليها اسم الشركه وبتاع واحنا عايزينك والمرتب والكلام من ده، الكلام ده ما يمشيش هنا. خدوا منك الحاجات دي وعملوا لك الجوب اوفر هيبعتوه لك، واللي بيكون شكله زي اللي ظاهر قدامكم على الشاشه دلوقتي، وده الشكل الجديد لعرض العمل او عقود العمل. وخلي بالك اي شكل تاني غير معتمد، واللي بيكون فيه بيانات الموظف وبيانات صاحب العمل والوظيفه والراتب وفتره الانذار والاجازه السنويه والاسبوعيه، والراتب طبعا بيكون الراتب الاساسي والبدلات بتاعته والحوافز وكل حاجه بتتفقوا عليها شفهيا بتكون موجوده في العقد ده. لازم تقرا العقد كويس جدا، لان بعض اصحاب العمل بيزودوا شويه بنود زي مثلا بند التدريب، ان انت ما ينفعش ان انت تمشي قبل سنه من العقد والا هتدفع مبلغ مثلا نظير التدريب. بيكونوا حاطين بعض البنود والشروط الاساسيه لو انت موافق عليها بتتوكل على الله وتمضي العقد بتاعك. المهم تناقش في كل البنود اللي انت شايفها قدامك في العقد قبل ما توقع عليه، لانك بمجرد ما وقعت على العقد وبعته ده معناه موافقتك على كل البنود. خد بالك بقى ان عرض العمل او الجوب اوفر بيكون مميز بشويه حاجات كده. اول حاجه مميزه هتلاقيها في العقد ده ان هتلاقي فيه كيو ار كود فوق، يكون ليه رقم بيبقى اسمه رقم المعامله، بيبدا باس تي وبينتهي باي اي. طب ازاي اتاكد بقى من الورقه اللي بعتها لي صاحب العمل دي ان هي عرض عمل رسمي مش ضربه على الكمبيوتر؟ يعني انت لو عملت سكان للكيو ار كود ده هيحولك على موقع وزاره الموارد البشريه والتوطين، وهتشوف نفس العقد اللي في ايدك موجود على موقع الوزاره اللي هو اسمه مهري.ai. الصفحه اللي هتفتح لك دي هتكون من eservices.mohri.ai. هتقارن بقى حضرتك ما بين العقد الموجود على موقع الوزاره والعقد اللي هو مبعوت لك عن طريق الواتساب او الايميل، لو الاثنين زي بعض يبقى زي الفل. طبعا لو الكيو ار كود ده ما فتحش او فتح على اي موقع تاني غير موقع الوزاره تعرف ان الموضوع بلح. راجع كل حاجه كويس في عرض العمل اللي مبعوت لك قبل ما توقع عليه. امضي يا شوال. لو كل حاجه تمام وقع العقد وابعته لهم، هم بياخدوا العقد ده وبيقدموه تاني عن طريق حسابهم في موقع وزاره الموارد البشريه والتوطين اللي هي وزاره العمل، يعني عشان يطلبوا حاجه اسمها تصريح العمل. بيطلع لهم رقم بطاقه العمل وبيعملوا لك حاجه اسمها فيزة عمل او تاشيره
عمل. بتلاقي التاشيره بالشكل طبعا اللي ظاهر قدامكم ده مكتوب عليها من فوق عمل مش سياحه. ولو شركه بعتت لك فيزا سياحيه اعرف ان الموضوع برضو بلح، لان هم من الاخر هيجيبوك من غير لا عقد ولا اي حاجه وهيشغلوك بفيزا السياحه، وطبعا ده مخالف للقانون. اوعى تعمل كده. حضرتك هتاخد تاشيره العمل اللي هي بتكون صلاحيتها 60 يوم، وهتجهز نفسك للسفر وهتاخد بعضك وتسافر وتخش الدوله زيك زي اي سائح، بس انت المره دي موظف داخل على كفاله شركه. اول ما هتخش الدوله هتاخد ختم الدخول، هتبدا الشركه بتاعتك تتحرك انها تعمل لك الاقامه في خلال فتره الشهرين او ال60 يوم دول. وهنا لو الشركه تكاسلت او ما عملتلكش اقامه او دخلت مخالفات انت مش مسؤول تماما، غير لما تكون فيزا سياحيه. لما تكون فيزا سياحيه انت مسؤول قدام الدوله وقدام شركه السياحه ان انت تسافر قبل ما تنتهي فيزا السياحه بتاعتك. ولو خالفت انت اللي بتلبس مخالفاتك، واحتياطا بعض شركات السياحه بتعمل تعميم عليك، بتبلغ جوازات ان انت مخالف فيزا سياحه. الموضوع بقى هيبقى رخم يعني. المهم ان جهه العمل بتاعتك هتكون ملزمه انها تخلص الاقامه بتاعتك والهويه بتاعتك خلال فتره صلاحيه تاشيره العمل. خد بالك كل ده جوازك في جيبك، ما اديتهوش لاي حد. من اول لما كنت في بلدك الاجراءات دي كلها بتتم من غير جواز الاصلي، بصوره من الجواز فقط لا غير. كل ده جواز سفرك في ايدك، اوعى تديه لحد. وحتى بعد ما توصل الدوله ما تديش جواز سفرك لحد، هيبعتوك بمندوب مع جوازك الاصلي برضو اللي في جيبك. تروح فين بقى؟ على الفحص الطبي، تعمل الفحص الطبي بتاعك، وبعد كده هترجع وجوازك برضو في ايدك. مفيش حاجه اسمها تثبيت اقامه على الجواز، دي انتهت. بيقدموا لك على الاقامه والهويه وكل الكلام ده كله بصوره جواز سفرك. يعني انت مش مطلوب منك ان انت تدي جواز سفرك لحد، لا في بلدك ولا حتى في الامارات. هكرر تاني، مفيش حاجه اسمها اقامه على جواز السفر، مفيش حاجه اسمها تاشيره على جواز السفر. الكلام ده مش موجود في الامارات، لا فيزا سياحه ولا فيزا عمل ولا اي حاجه، ولا حتى فيزا زياره. المهم حابب اقول لك على حاجه مهمه، كل التكاليف اللي بتتكلفها الشركه من اول ما تطلع لك الفيزا وعقد العمل لحد ما تبقى موظف عندها انت ما بتدفعش فيها درهم واحد. اوعى تكتب على نفسك اي ورقه بالمصاريف اللي اتصرفت على الاقامه بتاعتك، انت مش ملزم قانونا ان انت تدفع مصاريف الاقامه بتاعتك. بس يا سيدي دي سعادتك الخطوات الرسميه الصحيحه لاستقدام العماله من خارج الدوله. غير كده يفتح الله. اي حد يقول لك اديني جواز سفرك وادفع فلوس عشان في عقد عمل مش عارف فين وشركه ايه وهتشتغل ايه، وبعد كده يقوم مديك فيزا سياحيه تقوم طالع هناك متمرمط والكلام من ده، وفي الاخر ما يعملولكش اقامه وتتخالف وتتبهدل وتتمرمط على ايه؟ انت ممكن تطلع باشا سياحه مع نفسك لوحدك من غير لا شركه توظيف ولا اي حاجه. دور على شغل زي ما انت عايز. اتمنى تشوفوا الفيديوهات اللي ظهرت قدامكم على الشاشه دي، واشوفكم فيديو تاني على خير ان شاء الله. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.